السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ معاكم عمرو شويل، انا ماسك ادارة الشحن الدولي. اللي منكم ما يعرفش، انا مدير ادارة الشحن الدولي مجموعة منصور. وادارة الشحن الدولي دي هي تختص طبعا بالشغل بتاع منصور نفسه، اللي هو مجموعة منصور المعروفة. والجزء طبعا بتاع الفريد فوروردنج، هو فريد فوروردر خاص بشركة منصور، بيخدم منصور وبيخدم غير منصور. فطبعا اللي منكم محتاج اي مساعده او محتاج اسعار شحن او محتاج اي شغل، محتاج يعرف ليه اسعار كمثلا صادر او وارد من مصر لاي حته في العالم، وبالعكس برضو من اي حته في العالم لمصر، او ايفن حتى كروس بوكينج ما بين اي دوله ودوله ثانيه. الفيديو النهارده ده معمول مخصوص عشان خاطر في كذا حد سالني على موضوع. انا داخل انترفيو خاص بالاكسبورت او الامبورت، فمحتاج اعرف اسئله الانترفيو اللي ممكن تتسال، وبناء عليه اعرف اخش الانترفيو واعرف اقدم فيه واعرف اثبت ان انا اقدر اخش شركه زي اي شركه فريد فوروردنج او خطوط ملاحيه. فبكل بساطه احنا النهارده هنبدا بالاكسبورت اوبريشن. احنا الاوبريشن بتاعنا بينقسم لاكتر من حته. طبعا مش هنبدا من اول البرايسنج ان احنا بندور على الاسعار مع الخطوط الملاحيه، او ندور على الاسعار من السيلز، او كان سواء كان في سيلز هو اللي بيجيب الاسعار او في برايسنج ديبارتمنت هو اللي بيجيب الاسعار بتاعتها، على حسب طبعا سيستم الشركه. بس احنا هنبدا من بعد الكونفirmation. هنتخيل مع بعض عندنا شحنه خارجه من مصر اسكندريه كمثال الى المانيا، فالعميل خلاص كونفيرمد على سعر حاويات 20 و40 او ايا كان نوعها. طبعا احنا محتاجين نعرف المسميات دي، فهنقول هي حاويه 40 هاي كيوب. فالبضاعه دي عباره عن ملابس هصدرها من مصر هوديها المانيا. فالخطوه اللي بعد كده انا العميل بيقول لي كونفيرمد بليز بروسيد على مركب مثلا 30 ديسمبر. طبعا ده بيزد على الاسعار اللي هو خدها قبل كده. بنبدا نشتغل على الحاجه دي ونشوف مثلا لو حجزنا هنحجز على الهبج لويد مثلا كمثال، وبنبعت بنقول للعميل ان احنا محتاجين حاجه اسمها شيبنج ديكلاريشن. الشيبنج ديكلاريشن دي ده انا بقول للعميل انا عايز منك تقريبا انت هتحمل كام حاويه وانواعهم، ومين اسم الشيبر ومين اسم الكونسايني. الشيبر اللي هو الشاحن، والكونسايني هو المستلم، وهنتكلم في المصطلحات دي للناس اللي لسه بادئه وهنقولها بالتفصيل. بعد كده بيقول لي تقريبا الاوزان المبدئيه قبل ما يحمل والاعداد المبدئيه قبل ما يحمل. الشيبنج ديكلاريشن دي تبقى مكوناتها تقريبا، وبرضه هنرفق او نشوف اكزامبلز لو حد عايز امثله ليها ممكن نكريت امثله ليها ونعمل كورس متكامل. بس انا بحاول ان انا اقدم حاجه سريعا يعني، حتى الفيديوهات دي تبقى معظمها ارتجالي. فالعميل بعت لي الشيبنج ديكلاريشن، انا باخد الشيبنج ديكلاريشن دي يا ببعتها زي ما هي كده للعميل، او بعملها على الفورمات بتاعتي وابعتها للعميل، او ابعتها قصدي للشيبنج لاين اللي هو خط ايه، اللي هو خط الهبج لويد. فانا خدتها من العميل وهو بعتها بعد كده للشيبنج لاين. الشيبنج لاين يبدا يشتغل على الحجز ده، بيشوف طبعا الشيبنج لاين بياخد الحجز وبيبص هل في سبيس على المركب دي ولا لا. طبعا لو في سبيس بيبعت لك البوكينج كونفirmation. هنتكلم على احسن الظروف، فيقول لك البوكينج كونفirmation على مركب 30 ديسمبر، اسم المركب كذا والرحله بتاعتها رقمها كذا، والشيبر اللي هيسحب الاذن او هيسحب الاس او اسمه كذا. فانت بتاخد طبعا انت الطبيعي كاكسبورت اوبريشن بتراجع على البوكينج وتتاكد ان هو نفس التفاصيل اللي انت طالبها، لان ممكن يكون الخط ما عندوش سبيس فيحجز لك على مركب ابعد. فطبعا العميل لما هتبعت له بدون مراجعه ممكن يتضرر او يتضايق ان الحجز راح له متاخر او على مركب غير اللي هو طالبه. خدنا الحجز بنبعته للعميل. لو انا مسؤول عن التخليص والنقل ببدا اكون طبعا متفق مع العميل على الاسعار بتاعه النقل او التخليص، ده لو في اتفاق مسبق ما بينك وما بين العميل. دي اول خطوه. باخد الاذن ابعته لمقاول النقل او شركه النقل، اقول لهم يا جماعه احنا عايزين نحمل من عند العميل. بعد ما اتفق مع العميل على ميعاد تحميل، العميل بيبعت لي طبعا بيانات الوير هاوس او مين المسؤول في المخازن في اليوم ده، نقول مثلا قبلها ب4 ايام او 5 ايام. وطبعا ده بيتحدد بيزد على حاجه اسمها الكات اوف. الكات اوف ده اخر ميعاد اقدر ادخل فيه كونتينر واكون مسلم الاذن بتاعي للخط ومخلص كل اجراءاتي الجمركيه. فده باتفاق مع العميل، بتفق معاه على كل حاجه. فبروح للمقاول بقول له بعد اذنك انا عايز احمل بيزد على الاسعار اللي احنا اتفقنا عليها، او لو في كونتراكت بينك وبين الناس بتوع النقل فان شاء الله هيتحمل مثلا كمثال يوم الخميس قبل المركب ب4 ايام الساعه 8 الصبح تكون العربيه موجوده. مقاول النقل بياخد منك الورق وبيروح للخط، بياخد الشيبنج او الاس او من الخط، عشان زي كده بياخد ورقه مختومه عشان يروح للساحه او المكان اللي موجود فيه الحاويات الفاضيه، وبيروح ياخد الحاويه قبلها بيوم. بياخدها قبلها بيوم بالليل، بياخدها نفس اليوم الصبح بدري، ايا كان وضعها، بس اهم حاجه تبقى الحاويه او الكونتينر موجود على العنوان بتاع العميل المطلوب. العميل بيستلم. طبعا انت تبعت الاس او ده برضه تبعته للمخلص عشان يفتح الشهاده يبقى مستعد ليها. طبعا عندنا نوعين من الشهادات، في حاجه اسمها شهاده جمركيه وفي حاجه اسمها بوصله. الشهاده تخليص جمركي بيتم جوه المينا، والبوصله بتتم عند العميل او بتتم عند المينا الجاف الاقرب للعميل.
طبعا موانئ الجافه موجوده في العاشر من رمضان وموجود في 6 اكتوبر وفي اكتر من ميناء جاف، او بتيجي لجنه جمركيه بتخلص عند العميل. المهم عشان خاطر برضو انا هقول لكم بوجه عام البروسيس نفسها بتمشي ازاي كشحن في الجزء الصادر، لان هو ده اللي فيه تفاصيل اكتر. فبعد كده المقاول او شركه النقل بتبعت الحاويه توديها في ميعادها، العميل بيحمل البضاعه بعد ما تخلص العميل بيبعت لنا حاجه اسمها فاينل باكينج ليست. فاينل باكينج ليست دي هي دي اللي هو اتحمل فعليا جوه الكونتينر. ببدا بصمت حاجه او ببعت بيانات للخط الملاحي، وهي ببعت له حاجه اسمها الفاينل، اللي هو الفاينل اس دي. لو انت فاكر في الاول خالص احنا قلنا في حاجه اسمها اس دي، فالاس دي ده اللي هو الشيبنج ديكلاريشن المبدئي، انت حملت خلاص، فاللي انت حملته ده انا عايز اعرف ايه اللي اتحط جوه الكونتينر. فانت معاك دلوقتي الفعلي، فيبعت لك اعداد مظبوطه اللي جوه الكونتينر، يبعت لك الاوزان بالظبط، الجروس ويت والنت ويت، عشان انت بتبعت البيانات دي للخط الملاحي عشان يعمل لك حاجه اسمها درافت بيل اوف ليدنج. فالدرافت بيل اوف ليدنج دي اللي هي البوليصه اللي انت تراجع عليها وتشوف لو في اخطاء وتطلب منه التعديل. فانت بيجي لك الفاينل بتبعته للخط، الخط بيقول لك عايز اصمت حاجه ثانيه اسمها في جي ام. الفي جي ام ده اسمه فيريفايد جروس ماس، والناس بتصمت بالظبط هي وزن الحاويه فاضي بلس الجروس ويت اللي هو وزن البضاعه الكلي مش النت، الجروس ويت. فبتبعت للخط الفي جي ام وتبعت له الفاينل، بتبعت له الاثنين دول، هو بيرد عليك بالدرافت. الدرافت ده بتبص عليه وتراجع عليه وتبعته للعميل يديك كونفيرم. طلعت البوليصه تمام مظبوطه وما فيهاش اي اخطاء، بنبعت للخط بنقول له خلاص كونفيرم كده. خلاص احنا هنفضل منتظرين المركب تسافر، عشان بعد ما بتسافر الخط يبعت لنا الفواتير الخاصه بالشحن اللي هي منها اوشن فريت او تي اتش سي، او لو الخط هيقدم لك خدمه ثانيه فوق الحاجتين دول، او ان هو هيعمل لك نقل هناك في الدوله اللي رايحه له. فانت على حسب ما تستلم الفواتير بيزد على السيرفيس اللي الخط بيقدمها لك. المركب سافرت بتجي لك الفواتير، بتراجع عليها كويس الارقام مظبوطه، بتبعت للعميل فواتيره بتاعتك انت وتبدا تشتغل على البضاعه بتاعتك. طلعنا الفواتير للعميل، بنبدا نروح للخط ندفع الفلوس بتاعته ونقول له يا باشا دي فلوسك بتاعت الشحنه دي، وبنطلب منه نوع البوليصه. طبعا نوع البوليصه لازم نكون قايلين عليه وقت واحنا بنسبمت الفاينل. انواع البوالص احنا عارفين في اوريجينال، في سيوي بيل، في تيلكس، والفرق ما بينهم ممكن نتكلم ما بين الثلاثه برضو من اول وجديد. فاحنا كده عرفنا البروسيس بتاعتنا. بعد ما ندفع الفلوس بنروح نستلم البوليصه. طبعا لو العميل هو عامل لنا توكيل نقدر نستلمها بنفسنا، لو مش عامل لنا توكيل يبقى العميل هو اللي هيروح يستلمها بنفسه بالتوكيل اللي معاه، او يكون احد مناديبه هو اللي هيروح يستلم البوليصه بتاعته. ويبقى كده الشحنه بتاعتنا خلصت، وبنقعد نتابعها لحد ما توصل للديستنيشن، او العميل بيتابعها. بس يفضل طبعا عشان تقدم سيرفيس اكتر انت بتتابع الشحنه دي للعميل وتديله الابديتس اول باول. بس فاحنا دلوقتي اتكلمنا في المجمل عن الشحن نفسه بيتم ازاي كبروسيس. انت بقى محتاج تعرف محتاج تعرف الخطوط الملاحيه اللي بتشتغل في الاماكن دي، محتاج تعرف المسميات. لو انت راجل فريش ممكن تبص على المسميات زي البي او ال، بي او دي، الكوموديتي، الاي تي دي والاي تي دي وتاني، والفواتير، الاس دي، الاس او، الفاينل، الفي جي ام بيتعمل ازاي، الكوميرشال انفويس والباكينج ليست والبيل اوف ليدنج، ازاي تقرا البيل اوف ليدنج، انواع البوالص بتشتغل عليها ازاي، انواع التخليص الجمركي، انواع الحاويات. كل دي حاجات محتاج تعرفها. المسميات دي كلها هتلاقيها كلها على قناتي، يعني حتى انواع الحاويات انا معايا هاباجلويد عامل زي بي دي اف كويسه جدا، بيقول لك كل الكونتينرز اللي موجوده في الدنيا، وبيقول لك اوزانها واحجامها والانتيرير بتاعها عامل ازاي، واقصى حموله ممكن تشيلها قد ايه، وهكذا. طبعا كل اللي انا قلته ده ان بريف. طبعا الدنيا مش بتبقى وردي كده، ممكن تعمل الحجز ما تلاقيش السبيس على المركب، ممكن بعد تلاقي سبيس على المركب ما تلاقيش اكويبمنت دي قصدي بيها الكونتينرز، ممكن بعد كده العميل يتاخر في التحميل او ميعاد الكات اوف. دي كلها مسميات. المسميات دي انا هحاول احط لها لينك في الفيديو اقول لكم ان دي المسميات اللي موجوده، سواء كان البي دي اف بتاعت هاباجلويد ممكن تنزلها من على جوجل عادي، او الجزء الثاني بتاع البي جي ام ازاي بتصمته، وهنتكلم في كل حاجه من الحاجات دي بالتفصيل. دي معظم الحاجات اللي بتتسال. طبعا جزء تاني اللي ده كمسميات عشان خاطر تبين ان انت فاهم وعارف الخطوط الملاحيه اللي ممكن تكون شغاله في السوق. مش مطالب انك تعرف السيرفيس بتاعتها بما انك راجل لسه فريش، لو عندك اكسبيرينس طبعا الكلام ده كله يختلف. فانت عندك الجزء الثاني ان انا دلوقتي انت ازاي بتنظم شغلك. احنا مش بنشتغل في كونتينر واحد او بنشتغل في شحنه واحده، انت ممكن يبقى عندك في الشهر الواحد من 30 ل 50 شحنه.
فانت بتنظم الدنيا ازاي؟ لازم يكون عندك عارف الاكسل اللي تستخدمه ازاي، لازم تبقى عارف ازاي تنظم شغلك، تعرف كل بروسيس المفروض تعمل فيها ايه، ميعاد الفواتير، تتابع شحنتك سافرت ولا لا، لان انت بتتكلم كل يوم هيبقى عندك شحنه او اتنين او تلاته، فانت لازم تعرف هي سافرت، اتاخرت يوم، اتاخرت يومين، المركب نفسها ما دخلتش فهيتحمل على مركب تانية، العميل اتاخر فما لحقناش نخلص كل ورقنا في وقت الكات اوف، فطبعا هيطبق عليها ستورج، فتبقى عارف الستورج نزل قد ايه وتبقى مبلغ العميل. احنا شغلتنا شغلانه سمسار، انت شغلانه وسيط او مستشار رسمي للشحن، فانت لازم تكون بتقابض العميل بكل حاجه. طبعا كل الكلام ده لازم يكون مشروح، وتبقى انت راجل كاستمر سيرفيس، فانت بتقدم كدور وسيط، فلازم تقدم له فايده، تقدم له ابديتس، تقدم له فواتير في ميعادها، تقدم له لو في مشكله حصلت تحاول تحلها. عندك الجزء الثاني بتاع النقل، لازم يكون عندك اسعار نقل، بتتابع السواقين، بتشوف الحاجه دي هتوصل في ميعادها ولا لا، لان ممكن السواق يتاخر ويودي الحاويه متاخر، فالحاويه تفضل عنده فتره طويله فما يعرفش يحمل في نفس اليوم، او ان هو توصل له متاخر الحاويه فما يعرفش يعمل اجراءات التخليص بتاعتها. في عندك مليون حاجه، فاحنا اتكلمنا في السيناريو الامثل لاي حد بيشتغل في الشحن، فلازم تكون مدرك برضو ازاي بتنظم شحنتك، بتستخدم ازاي الاكسل، ازاي بتعرف تحط زي كده تايم مانجمنت ليك، وتعرف تهندل كل العملاء وتهندل الكومبلينز بتاعتهم. حاجه تانية طبعا الانجليش، لان انت بالنسبه لك كل تعاملاتك على الايميلات باللغه الانجليزيه، فانت لازم تكون في الانجليش كويس، لان بنسبه كبيره انت معظم تعاملاتك مع الخطوط الملاحيه او مع خطوط الطيران او مع اي حد او مع الوكلاء بره في شغل الوارد، انت لازم تكون تعرف تتكلم انجليزي، ومش لازم تكون فلوينت، بس اتليست بتعرف توصل المعلومه وتكتب ايميل بالانجليزي وتفهم الايميل اللي جاي لك. فده برضو من الحاجات المهمه جدا. انا بحاول ارتجل معاكم ان انا افتكر الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها كراجل هتشتغل في الاكسبورت. طبعا تبقى فاهم اجراءات التخليص وفتح الشهاده، تعرف المواني اللي بتشتغل بتحتاج قد ايه وقت في التخليص. بعد كده بتطالب بنموذج 13 عشان لو العميل اللي بيصدر حاجه بره هو من حقه ان هو يشيل ال 14% القيمه المضافه، وبعد كده بدل ما يستردهم في اخر السنه من الضرايب. تعرف شويه المسميات طبعا بتاعه الشغل، اللي انت ممكن تلاقي عندك حاجه اسمها اوشن فريت، الثانيه سي فريت، ممكن يبقى في شويه مسميات بتنطبق على الفريت، فكل دي تفاصيل محتاج تبقى على علم بيها، مش لازم تكون اكسبرت، لان انت بنتكلم دلوقتي انا بوجه كلامي للناس البيجنرز اللي هم داخلين المجال. تقرا عن الشحن الدولي، تعرف انواع الحاويات، تعرف بعض المسميات الخاصه بالشحن، تعرف الاوراق والمستندات المطلوبه وهكذا. فان شاء الله نحاول نعمل فيديوهات تقول الكلام ده كله بالتفصيل، من ناحيه انواع الحاويات او انواع البوالص او انواع التخليص الجمركي، ونحاول ان احنا نقدم للناس، يبقى ناس شغاله في المجال نفسه، يبقى عامل زي بودكاست كده بيحاول ان هو يميز الاصوات ما بين الاثنين، يجيب لك حد من السيلز يقول لك ازاي تقدر تهانت حد في السيلز، حد من الاوبريشن، نجيب اسامي كبيره في السوق يعني. فيا رب يكون الفيديو ده مفيد بالنسبه لك، للناس اللي مقبله ان هي تقدم في شركات شحن. وطبعا هكرر لكم لو انتم محتاجين اي مساعده، دي قناتي لوجستيات بالعربي، بحاول ارد على الناس على قد ما اقدر. وفي نفس الوقت برضو انا ماسك اداره الشحن الدولي، فلو عندكم اي شحنات هتشتغل عند عميل فمحتاج تعرف اسعار، وطبعا اسم منصور مش محتاج ان احنا نتكلم عليه ونقول الثقه بتاعت التعامل، وانك هيبقى محفوظ حقك تحت اي ظرف، وان الناس هتشتغل وتختمك بعينيها بالفوليومز اللي احنا بنهندلها المنصور والغير منصور. شكرا ليكم واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.